تعليق صادم من زين الدين زيدان بعد انتقال رياض محرز رسميا إلى الأهلي السعودي. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الجزائري رياض محرز فضلا يسمرنا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. قالت قناة الإخبارية السعودية إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أكمل انتقاله إلى أهل جدة السعودي، في حين لم يعلن النادي بعد إبرامه الصفقة لضم محرز إلى صفوفه. وأضافت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر: الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة ومدتها وقيمتها. ومن جانب آخر، لم يصدر النادي الأهلي السعودي الذي يتخذ من مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية مقرا له إعلانا رسميا بعد عن تلك الصفقة. وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن الأربعاء الماضي عن قائمة الفريق التي ستخوض جولة تحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم المقبل. وخالت القائمة من اللاعب رياض محرز بالتزامن مع تقارير صحفية سبقت أن أفادت حينها بقرب انتقاله لنادي أهل جدة السعودي الصيف الحالي. وقال زين الدين زيدان: رياض محرز لاعب كبير، إنه يتميز بالمهارة الكروية والسرعة. انتقاله إلى الأهلي السعودي سيعطي إضافة قوية للفريق، أتمنى له التوفيق والنجاح في باقي مسيرته الكروية.